هلو معاكم هدير نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سول دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. النهارده جاي اتكلم معاك عن اخر فيديو انا نزلته على الانستجرام، وهو ليه بتتعكس معايا، او ليه دايما باخد نتائج عكسيه اول ما بطمن، او اول ما بقرب له بيبدا يبعد، او المهم اول ما بحس انه خلاص بقى انا كنت شايل شنطه على كتفي، انا دخلت المكان ده وما صدقت اسيب الشنطه، اول ما بعملها الاقي الدنيا بتتشقلب تاني. طيب، موقف من المواقف او حدث من الاحداث اللي بتحصل معانا زي العلاقات. في العلاقات بيحصل حاجة مهمة جدا، وهي انه انا مثلا بلاقي انه في شخص دخل حياتي منبهر بيا جدا، بيحاول يقرب بسرعة، بيحاول يسألني أسئلة كتير عن ازاي يكون معايا، وانا كل ده مش واخدة قرار ان انا ادخل معاه او انا اخش معاها في العلاقة، وهي اللي بتقدم بسرعة وبتاخد خطوات اسرع مني بكتير، وانا لسه متردد. اول ما ببقى بقول ايوه وخلاص ماشي انا هدي الشخص ده فرصة، بلاقي الشخص ده خد واي تاني خالص من المعاملة، وخد طريقة تانية خالص من المعاملة. وبعد ما كان مقرر ان هو يستقر معايا، وهي تستقر معايا وبتقولي بقى انا عرفت شباب كتير، انا دخلت في علاقات كتير، انا قررت ان انا ابقى معاك انت واستقر معاك انت، اصبحت هي اللي مش عايزه تستقر. لا احنا محتاجين ناخد وقت، لا احنا محتاجين ناخد بريك، لا احنا مش عايزين نكمل. هو لا انا حاسس ان احنا محتاجين ناخد وقت اكتر نتعرف على بعض، لا انا مش متاكد ان انا لسه عايز علاقه جد، انا مش متاكد ان انا هاخد قرار بالجواز. بعد ما كان هو واخد الطريق في الاول ان هو يستقر معاكي وعايز العلاقه دي. طيب ده ليه بيحصل؟ اولا محتاجين نسأل نفسنا او نصنف نوعين من التصرف عند الراجل والست اللي هي بتقدم على الخطوات في الاول وانا كنت لسه ما خدتش قرار. في شخص بيقرر ياخد شعور الاستقرار او خطوات الاستقرار مع شخص حاسه نضيف، او مع شخص حاسه ان هو ده الشخص اللي هيساعدني على الاستقرار، مش هو ده الشخص اللي انا عايزه اعيش معاه. في فرق. الشخص ده بيبقى زهق من التلاعب، وزهق من العلاقات العابرة، وزهق من وهي زهقت من ان هي تدخل في علاقة لعلاقة، فعايزة بقى ايه تستقر. فلقيت ان الشخص ده ده هو ده متصنف بتاع استقرار. يعني هو جالك او هي جاتلك وهي حاسة ان هو ده الشخص مش بتاع تلاعب، ده بتاع استقرار. فهي جت على ده، ما جاتش على ان هو ده الشخص اللي عايش معاه، هو ده الشخص اللي انا حاسه ان انا اقدر اعيش معاه، هو ده الشخص اللي اسيب الدنيا وابقى معاه. لا، هو جه على حاجه ليه، هو حاجه هو عايز ياخد الايجو بتاعه منها. انا اخيرا لقيت حد اقدر استقر معاه، اخيرا هحس ان انا كويس من خلال شخص اقدر استقر معاه. فده اللي بيخليه يرجع في قراره بعد شويه. فالشخص التاني بقى اللي انا بقولك عليه، اللي هو مختار من الاول يحس الاستقرار معاك انت عشانك انت، مش عشان هو، مش عشان هو زهق من حياته فجاي لك يصلح عندك، لا، عشان هو مبسوط انه لقاك انت اللي هتشاركه في ده، عرفك كويس وعرف ينكش معاك وعرف يحس ان انت ده انت شخص حلو قوي للمشاركة في الاستقرار، مش في المشاركة في اللعب. فازاي نعرف الشخص ده من الشخص ده؟ اولا، انت في البنات هتلاقي البنت اللي هي آه، عايزه تستقر عامه، مش معاك انت بس، هتلاقيها بتاخد خطوات في الاول سريعه جدا، مندفعه جدا بالمشاعر، بتعمل معاك كل حاجه يعني في اول مقابلات، في اول كلام، في كل حاجه بسرعه بسرعه. بنفس الكلام في الراجل، بيديكي كل حاجه بسرعه، بيطمنك بسرعه، بيديكي كل الحاجات اللي انت ممكن تحسي انه ايه ده خلاص، ده مفيش كده، ده ممكن يرجع في كلامه. فبيبقى عندهم حته ان هم يندفعوا قوي بالمشاعر عشان يحسوا كويس ناحيه نفسه. طيب انا لما الاقي اللي قدامي بيندفع من غير ما يحاول يتاكد ان انا الشخص اللي عايزه اشاركه، اعرف ان الشخص ده بيتحرك من بين، وبيتحرك من ان هو عايز صوره نجاح عن نفسه، مش عايزني انا. فابدا اشك في انه العلاقه هتستمر بنفس السيكونس او بنفس الفريكوانسيز، او اللي هي الترددات الطاقيه دي، اللي هي الاندفاع في المشاعر، وان هو ده، وانه حاله الانبهار اللي الشخص بيبقى مديها لك ومطمنك قوي بيها. مش هيستمر كده. ليه؟ لان هو زي ما قلت لك مش جاي عشانك، هو عايز يحس كويس عن نفسه، عايز يحس ان هو هيبطل رمرمه. فبيعمل كده مع الشخص اللي هو انت، اللي هو مديله احساس ان انا مش بتاع رمرمه. فلما يبقى معاك هياخد القيمه انه انا مش مع شخص بتاع رمرمه، بس انا مش مختاره عشان هو اللي هعيش معاه، انا مختاره عشان هو مش بتاع رمرمه. فانا خدت الايجو وخدت الاحساس ان انا
يعني اقدر اخد شخص زي ده. فبيجي بعد فتره يقول ايه ده، هو انا كنت عايزه هو، ولا انا كنت عايز احس ان انا اقدر استقر؟ فزي ما قلت لك هتقفشه بالاندفاع السريع بتاعه. طب اعرف ازاي ان هو ده شخص حقيقي عايزني انا، مش بيتحرك من البين ومش مندفع ومش عايز ياخد الايجو والصوره والنجاح؟ هعرف لما الشخص ده بيحاول فعلا يعمل معايا حاجات فيها احنا الاثنين نجربها. يعني بيحاول ان هو يعرفني اكتر، بيحاول ننزل اكتر، بيحاول يكون في مواقف بينا، بيحاول يسمعني، بيحاول اسمعه، بيحاول يفتح كل المواضيع، بيحاول ما يكونش مندفع، بيحاول يكون نيوترال. يعني ايه نيوترال؟ يعني بيعبر عن ان هو مبسوط معايا، بيعبر عن ان هو معجب بيا، بيعبر عن انه في حاجات كتير حلوه فينا احنا الاثنين مع بعض، بس ما عندوش اللي هي اللهفه دي او الاندفاع او الانبهار، او ان هو اكنه حد مسك. يعني انا عايزه اجيب لك، ممكن اجيب لك كان فيه عصير، يعني كأن حد اهو انت كوبايتك اهي فجأة عمال يصب لك ورا بعض ورا بعض ورا بعض. لا، المفروض اعمل كده واستنى شوية واعمل كده، وبعدين الاقي الكوباية التانية بتعمل كده، وبعدين كده، هي ماشية كده. لكن العلاقة التانية بتلاقي الشخص على طول بيجي يروح يفضل يعمل كده 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 ورا بعض. فانت تحس ان الكوبايه بتاعتك اتملت فجاه، فانت مش فاهم ايه ده، هي ليه بتتملي فجاه، هو هنفضل كده على طول؟ الله، ده احساس حلو قوي. فانت كمان لو انت كمان موجوع، او انت كمان جاي من حته انك مش مصدق انك تتحب، هتلاقي انك بتجذب الناس اللي جايه تشوف نفسها وتحس بالنجاح من خلال ان انت شخص تقدر تستقر معاه. طب هنا الحل ايه يا هدير؟ اولا الحل انك تفهم ان ده انعكاس ولا رساله. يعني ايه انعكاس ولا رساله؟ يعني الشخص اللي جالك باندفاع مشاعري وهو اصلا من جوه مش مستقر نفسيا وعايز ياخد من خلالك صوره النجاح ان هو هيستقر، لازم تعرف هو جايلك عشان انت مش بتحب نفسك ومستني تحس بتدفق الامان ده فجاه، وبعدين يتسحب منك عشان يحصل تريجر او يحصل بين جواك، فتفوق وتعرف انه ايه ده، لا انا كان انا مش المفروض اتحب بالطريقه دي، لا انا المفروض احب نفسي الاول وما استناش حد يديني تدفق مشاعري كده بالشكل ده. انا نيوترال، فما ابداش اجذب الناس دي. طب لو رساله، دي كده انعكاس. لو رساله، هيجيلك شخص عمل الحركه دي اللي هي حركه التدفق المشاعري، بس انت حسيت ايه ده، انا لا، في حاجه غلط، انا مش مستريح. واول ما يسحب التدفق المشاعري انت بتحس انك عادي، يعني ما اتجرحتش قوي، ما اتألمتش قوي. فالرساله هنا معناها ايه؟ خلي بالك، ما تبصش كده، بص كده. يعني الرساله الفرق بينها وبين الانعكاس ان انت تتجه بس اتجاه تاني. الانعكاس معناه ان انت لازم تتشافى وبعدين تغير الاتجاه عشان هي اعمق. تاني حاجة انك تركز على ان انت مش مستني تحس انك ناجح من وجود العلاقة، ودي ساعتها هيكون انعكاس. يعني لما الواحد بيبقى مستني ان هو ينجح من خلال العلاقة، بيجيله شخص يعشمه قوي 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 قوي، وبعدين يسحب التعشيمة دي عشان تحس انك ايه ده، الله انا نجحت اهو وبقى معايا علاقة اخيرا وفي نتيجة كويسة في حياتي، بعد ما اشتغلت كل ده في الوعي لقيت نتيجة اهو. تبدأ تعرف لا، انت ما تحسش كويس عن نفسك لما تحقق النتيجة. انت المفروض من قبل ما النتيجة تتحقق انت حاسس انك ناجح، انت حاسس انك مستقر، انت حاسس انك كويس، انت حاسس انك مش ناقصك اي حاجة، انت حاسس ان انت مش مستني النتيجة عشان تحس ان انت بتشتغل على نفسك او ان سعيك جاب نتيجة. فمهم قوي تاخد بالك من الاحساس ده. الفيديو ده عميق شويه ولكن هيحل لك مشاكل كتير قوي. واحنا عاملين كورس اسمه فايلات العار، لانه الاشخاص اللي عندها مشاكل في الصوت الداخلي اللي بيحركها دايما في ان هي محدش تقبلها، او ان هو عنده مشكله في جسمه، او ان هو عمل علاقات جنسيه، او ان هو مستني انه في حد يحبه ويحتويه جسديا، او كل الاصوات اللي فيها عار من البيت بتأثر على الانعكاسات في العلاقات زي دي، اللي هو حد يجي يحسسك كأنه عايزك قوي ويعمل معك سكس وبعدين فجأة يسحب نفسه. سواء ست او راجل، ده بيحصل مع الاتنين. فدي بتبقى بسبب فايلات العار. احنا هنبدلها بفايلات الافتخار. لما الشخص بيبقى عنده اوريدي افتخار ما بيتعرضش للعلاقات اللي زي دي، هيكون يوم 11 ويوم 16 سبتمبر ان شاء الله الشهر الجاي 2024. اشوفك في الكورس او اشوفك في فيديو تاني. ولو حبيت تتواصل معنا هتلاقي الرقم هنا موجود في الانستجرام.
اشوفك في فيديو تاني. باي باي.